بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة، وعلى آله الطاهرين هداة الأمة. السلام على صاحب الولاية الكبرى والإمامة العظمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والد الأئمة. السادة العلماء، الإخوة الأفاضل الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بلغنا ووفقنا جميعا للاحتفاء بهذه المناسبة الكريمة، عيد الغدير الأغر. فلكم جميعا أقدم أزكى التهاني والتبريكات، وأشكر إجابتكم للدعوة ومشاركتكم لنا في هذا اللقاء البهيج. وأخص بالتقدير والشكر من تحمل عناء القدوم من خارج محافظة القطيف في وقت الظهيرة مع هذه الدرجة المرتفعة من حرارة الجو. أسأل الله تعالى لجميع الحاضرين عظيم الثواب ومضاعفة الحسنات، وأن يعيدنا وإياكم على هذه المناسبة، والجميع في خير وضع وأفضل حال. في مثل هذا اليوم في السنة 10 للهجرة وصل الموكب النبوي الشريف الذي كان يضم عشرات الألوف من المسلمين الذين أدوا فريضة الحج مع رسول الله نبينا محمد. وبعد الأداء لهذه الفريضة آبوا عائدين إلى مناطقهم وأهاليهم، فجاء الأمر الإلهي لكي يوقف رسول الله ركب الحجيج في موضع يقال له غدير خم، على بعد 159 كيلومتر من مكة المكرمة، و196 كيلومتر من المدينة المنورة. كان الوقت يقترب من الظهر، جمع الناس وأدى بهم صلاة الظهر بعد أن أمر بالتحاق من تأخر وتأخير من تقدم لكي يجتمعوا في مكان واحد، وأمر بتهيئة مكان ليقوم فيه خاطبا في الناس. خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أيها الناس، هل بلغت؟ قالوا: نعم. كررها عليهم 3 مرات: هل بلغت؟ يقولون: نعم. قال: اللهم اشهد
اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال، أقامه أمام الناس وقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فأعادها مرة ثانية: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. فأعادها مرة ثالثة، ثم أضاف: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: فإني من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا المقدار المقطوع به من مختلف الروايات، وهناك روايات تضيف تفاصيل أخرى. إنها حادثة فريدة من نوعها، لم تحصل مثل هذه الحادثة في السيرة النبوية، وهي متواترة بالأسانيد الصحيحة المقبولة عند جميع علماء الحديث من السنة والشيعة. ابن حجر يقول: إنه حديث صحيح لا مرية فيه، وطرقه كثيرة جدا، رواه 16 صحابيا، وفي رواية لأحمد بن حنبل رواه 30 صحابيا. الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة أورده مثبتا روايته عن 10 من الصحابة ب23 طريقة، وقال: وللحديث طرق أخرى كثيرة يقطع الواقف على أسانيدها بصحة الحديث يقينا. فهو حديث متواتر ويقيني ومقطوع بصحته، لكن المسلمين اختلفوا في دلالة هذه الحادثة. إخواننا أهل السنة يقولون إنها مجرد تبيين لفضل علي ودعوة لمحبته. أما شيعة أهل البيت
فيرون فيه تعيينا وتنصيبا لعلي في مقام قيادة الأمة وإمامة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. والظروف التي أحاطت بالحدث هي التي تؤكد هذا المعنى وهذه الدلالة، وإلا فما معنى أن يتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله عن قرب رحيله من هذه الدنيا؟ إن في ذلك إشارة للفراغ الذي سيتركه رحيله، وبالتالي فالحديث ينبغي أن يكون إشارة لملء هذا الفراغ من بعده. وما معنى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم، أو ألست أولى من كل مؤمن بنفسه، أو ما أشبه من الصيغ، ثم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني أن نفس الدرجة من الولاية التي لرسول الله على كل إنسان وأنه أولى به من نفسه، نفس هذه الدرجة تكون لعلي بن أبي طالب. لسنا الآن في وارد مزيد من الحديث حول الاختلاف بين التفسيرين والرؤيتين، فعلماؤنا لم يقصروا في تأليف الكتب وكتابة الأبحاث وطرح الأدلة والبراهين، والأمر متروك للناس، كل إنسان يأخذ بما اقتنع به، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. أغتنم هذه الفرصة أمام هذا الجمع الطيب، وهم نخبة المجتمع من مختلف الشرائح والطبقات، هذه الوجوه المشرقة المجتمعة في هذا المكان، المحتفية بهذا الحدث العظيم. ينبغي لنا أن نستفيد من لقائنا في طرح بعض ما يساعدنا على الأخذ بمنهج صاحب الولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إنه إمام المسؤولية، إمام تحمل المسؤولية مع الظروف التي مرت، الظروف المعاكسة والتي نعرفها جميعا، ولكن عليا لم يتخلى عن القيام بدوره ومسؤوليته في حماية الدين وفي رعاية الأمة وفي الدفاع عن مصالح الدين والأمة. والموالون لعلي يسيرون على درب علي ويسعون لتحمل مسؤولياتهم كما كان إمامهم علي بن أبي طالب عليه السلام. أريد أن أذكر نفسي وأذكر الحاضرين بمسؤولية النخبة في المجتمع، وأتحدث باختصار عن 4 نقاط. طبعا معروف النخبة هم الأفراد المتميزون، شريحة الأفراد المتميزين في المجتمع بكفاءاتهم وقدراتهم وخبراتهم، مما يتيح لهم مجال التأثير ومجال العمل والنشاط في مجتمعهم. والحمد لله معظم الحاضرين من هذا الصنف ومن هذه الشريحة
من علماء وخطباء وأكاديميين ومثقفين ورجال أعمال. أسأل الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ كل أبناء المجتمع. هناك 4 نقاط. النقطة الأولى: أذكر بالاهتمام بالمصالح العامة للمجتمع. إذا كان كل فرد من الناس يعيش همومه الذاتية الشخصية، فإن النخبة لسعة أفق وعيها ولما حباها الله تعالى من قدرات ومن نعم، مأمول منها أن تتجاوز همومها الذاتية لكي تفكر في هموم المجتمع كله، تفكر في هموم المجتمع وتعمل من أجل مصلحة المجتمع، وذلك شكرا لله تعالى على ما حباها من نعم. العلم نعمة، المال نعمة، الجاه نعمة، المكانة الاجتماعية نعمة. هذه النعم لا بد لها من الشكر لله، والشكر يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، بتحمل المسؤولية، بحمل هموم المجتمع. ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله. يقول: جعلت لك جاها، يعني الله تعالى يحاسبه: جعلت لك جاها فهل نصرت به مظلوما أو أغثت به مكروبا أو قمعت به ظالما؟ فالنعم مسؤولية، والنخبة عليها أن تشكر نعم الله عليها بتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع. صاحب المناسبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه يقول: من كبرت همته كثر اهتمامه. وروي عنه أنه قال: من شرفت همته عظمت قيمته. كلما كان الإنسان أكثر اهتماما بالشأن العام تعززت قيمته في المجتمع وزادت مكانته عند الله، وأصبح سببا من أسباب قوة المجتمع الذي ينتمي إليه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: التواصل بين مكونات النخبة. مكونات النخبة حينما يتواصلون، حينما يلتقون، حينما يتشاورون في الأمور، هذا يترك أثرا كبيرا في مجتمعهم، يصبحون قدوة للمجتمع، يعززون وحدة المجتمع وانسجامه. إذا رأى الناس أن العلماء يلتقون، أن رجال الأعمال يلتقون، أن المثقفين الوجهاء يلتقون مع بعضهم البعض، تسري روح الانسجام في المجتمع. وعلى العكس من ذلك، إذا رأى المجتمع أن كباره، أن نخبته متدابرون متنافرون لا سمح الله، هذا يشجع جانب الفرقة في المجتمع والتباعد في المجتمع. وفي آخر وصية لأمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع. من الطبيعي
أن تتنوع الآراء والأفكار. ليس شرطاً أن يتفق الناس أو يتفق أفراد النخب في آرائهم وأفكارهم. هذا خلاف الطبيعة، خلاف الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية تنتج شيئاً من الاختلاف، شيئاً من التنوع في الأفكار والآراء، في الأمور الدينية، في الأمور الفكرية، في مختلف القضايا. لكن الاختلاف لا يبرر القطيعة ولا يبرر التباعد. ما أحوج المجتمع إلى التلاقي بين نخبه حتى يتدارسوا أمور المجتمع وحتى يعززوا وحدة المجتمع. وأسوأ شيء أن تكون القضايا الدينية سبباً للفرقة وللتنافر. الاختلاف في الاجتهادات الدينية أمر مشروع، ولذلك فتح باب الاجتهاد في المجال العقدي وفي المجال الفقهي. وما دام باب الاجتهاد وما دام الاجتهاد مشروعاً فإن نتيجته تكون مشروعة، وهي الاختلاف في بعض الآراء. أما أن يقول الدين للناس المتخصصين اجتهدوا ثم يلزمهم بأن يكونوا على رأي واحد، فإن هذه النتيجة لا تتوافق مع المقدمة. فالاختلاف أمر وارد، والاختلاف في القضايا الدينية فيه إثراء وفيه رحمة وفيه نعمة في كثير من الموارد، ولا يصح أبداً أن يكون سبباً للقطيعة والتدابر. أكتفي هنا برواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يخاطب شيعته قائلاً: ما أنتم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، وهي الدرجات. فهذا لا يبرر القطيعة. نخبة المجتمع من مسؤولياتها، من واجباتها ووظائفها أن تحرص على التلاقي وأن تظهر التلاقي أمام المجتمع فيما بينها لكي تسري هذه الروح في أوساط المجتمع. الأمر الثالث الحضور الاجتماعي. العالم، التاجر، الأكاديمي، الوجيه، صاحب المقام ينبغي أن يتواجد في أوساط مجتمعه. صحيح أن له انشغالات بحكم دوره، وظيفته، موقعه، مسؤولياته المختلفة، وصحيح أنه قد يجد مسافة في التفكير بينه وبين عامة الناس، ولكن لا قيمة لأي طاقة أو كفاءة تعيش في برج عاجي. قيمة الكفاءة، قيمة صاحب الموهبة أن يفعل كفاءته وموهبته في أوساط مجتمعه. إن الحضور الاجتماعي يفيد الإنسان ويفيد المجتمع. الحضور في المساجد، الحضور في الحسينيات، الحضور في الملتقيات، الحضور في الجمعيات الخيرية والأندية. وأنا أتحدث عن تجربة شخصية، ما زرت جمعية خيرية أو لجنة أهلية أو مؤسسة من المؤسسات إلا وخرجت من زيارتي بفائدة أستفيدها فكرياً أو نفسياً أو روحياً. الحضور الاجتماعي مهم جداً للنخبة في كل مجتمع من المجتمعات.
النقطة الأخيرة: الارتقاء بالمجتمع. قد يعيش المجتمع ركودا فكريا، قد تسوده عادات غير صالحة، قد تكون فاعلية العمل والإنتاج والإنجاز متخلفة في المجتمع، وهنا على النخبة أن تعمل للارتقاء بالمجتمع. لا يكفي أن تكون أنت ثرياً، فكر كيف تنشر حالة الثراء في مجتمعك. شجع أبناء مجتمعك أن يكونوا أثرياء، افتح لهم مجال المشاركة في أعمالك وشركاتك حتى ترفع المستوى الاقتصادي في مجتمعك. وكذلك الحال في المجال الفكري والثقافي. صحيح نعاني في بعض الأحيان أن الناس لا يعجبهم أن تتحدث لهم عن غير ما ألفوه وعن غير ما هو سائد في أوساطهم، ومن يطرح أفكارا نيرة قد يجد اعتراضا من الناس، ولكن لا بد من دفع الثمن. يجب أن نرتقي بفكر مجتمعنا، بثقافة مجتمعنا. هذا من مسؤولية النخبة. لا يصح لعالم الدين أو المثقف أو الأكاديمي أن يكتم الأفكار الصحيحة، الأفكار النافعة المفيدة، حذراً من أن بعض الناس قد لا يعجبهم عرض هذه الفكرة أو تلك. لا بد من استخدام الحكمة واللباقة والأسلوب المناسب لكي نوصل الأفكار السليمة والنافعة لأبناء مجتمعنا. لا أطيل عليكم وقد أخذت كثيرا من وقتكم. أجدد لكم الشكر وأسأل الله تعالى لكم جميعا الخير والتوفيق، وأرجو أن يكون هذا اللقاء سببا لنزول الرحمة الإلهية علينا جميعا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين من ولده، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على محبتهم وولايتهم، وأن يجعلنا من السائرين في طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. بقيت فقرة المدائح لأمير المؤمنين، نستمع جميعا إلى ما يطرب قلوبنا وآذاننا وما يزيدنا محبة وثراء في ولاء أهل البيت عليهم السلام. وأستميحكم العذر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.